أولا جامعة الشرق انطلقت في عام 2021 بعدد من الكليات وعدد من المعاهد. في عنا كلية العلوم، كلية التربية، كلية الآداب، كلية الاقتصاد، كلية الحقوق، كلية الزراعة. في عنا معاهد، معهد العلوم الإدارية والمالية، في عنا معهد البرمجة، وبالإضافة إلى معهد اللغة الإنجليزية. افتتحنا السنة معهد اللغة الكردية، المعهد الهندسي فرع آخر في الطبقة، وهذا شيء يعتبر جيد جدا للمنطقة. أتيحت لنا الفرصة بجامعة الشرق أن تكون المرأة هون موجودة معنا كرئاسة مشتركة، كمحاضرة، كإدارية، في أيضا كرئاسة مشتركة للجامعة. فهي لها دور كتير مهم، لها دور كمحاضرة، كموجهة، كرافعة للمعنويات، كإدارية بمتابعة الشؤون، بمتابعة الأرشيف، كناطقة للمرأة، كأرشيف المرأة. نحن قادمين على امتحان الفصل الدراسي الأول، فنحن عنا الامتحان رح يبلش إن شاء الله 2 الشهر. ففي عنا لجنة امتحانية. طبعا اللجنة الامتحانية هي نحن اخذينها هيك مثل يعني نظام، عنا سيستم 50% ب50%، لازم يكون في عنا ذكور وفي عنا إناث باللجنة الامتحانية. فأيضا اللجنة الامتحانية تقوم بالتنظيم لعمل الامتحانات الموجودة على مستوى جامعة الشرق كلها بفروعها، حتى بفرع الطبقة. بالنسبة لأن الطلاب هي المحور الأساسي في الجامعة، فدائما نسعى أن تكون المحور الأساسي الذي ينصف هو الطلبة. في عنا مشرفة سكن، في عنا مشرفين أساسا من الطالبات أنفسهم، هن المشرفين هن كمان يقوموا بتنظيم عملهم وتنظيم أنفسهم ضمن الطابق. فتلاقي روح جماعية. متابعة أحيانا كمان البنات للدراسة، هذا كتير أمر جيد، يعني يعتبر تغيير رأي الطالبة بأنه هي تتابع حتى دراسات عليا، هذا شيء جيد جدا. نحن نحاول حتى وقت اللجنة الامتحانية أنه الطلاب لما تجي اللجنة المفاضلة، لما تجي الطالبات يقدموا على الأقسام والفروع، نحاول نبين لهم أنه هذا معهد ما فيه إكمال للدراسة، طب هي كلية فيه إكمال للدراسة، فيك تكملي الماستر، فيك تكملي دكتوراه. فنحن دائما نحث الطالبات على دخولهم للكليات وعلى متابعة دراستهم. هلا نحن بالنسبة لنا عندنا وحدتين سكنيات للإناث ووحدتين سكنيات للذكور، بما أنه نحن عم نخصص الكلام للإناث فقط، في عندنا وحدتين سكنيات. هدول الوحدتين سكنيات نحن عندنا غرف، نظام الغرف كل غرفة طبعا فيها تقريبا 3 طالبات، يعني نحاول نحن ما نحط 4، 3 ماكسيموم. في مين ينظم هذا الموضوع اللي هن مشرفين السكن مع نائب شؤون الطلبة، بالإضافة إلى نائب كمان اللي هي عنا إياها كمان مكتب الأنشطة، نحن عنا كمان فيها زميلة معنا بنشكرها جدا على كمان موضوع ومتابعتها لنشاطات الطالبات. هلا نقل الطالبات من مكان إلى آخر هذا شيء، هذا هن لهم حريتهم، ولكن ضمن قيود موجودة بالجامعة. فنحن عنا وقت لالتحاق الطالبات داخل السكن، كل سكن مهيأ. نحن أساسا جهزنا السكن قبل ما يجوا الطلاب، بمرحلة المفاضلة تقريبا هي المرحلة اللي بيكون فيها شوي فضاء. فنحن السكن حتى قعدنا تقريبا إصلاح السكن، إذا في أعطال، إذا في هي الأمور كلياتها، الغرف مجهزة بغزن، بأسرة، بمكيفات، بليزريات، مطبخ، حمام مشترك. فهي كلها مجهزة بالنسبة للوحدات السكنية للإناث والذكور.